السلام عليكم. الفيديو جديد المتتبعات ديالي ما شاء الله غادي نحضر معكم العسل المنزلي اللي كيكون ناجع وكيكون معلك. الا بغيتي يجيكم بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا، نتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نشوفوا كامل التفاصيل والطريقه ديالو غادي نحضرها معكم ان شاء الله. وغادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للسكر غادي ندير هنايا عندي 2 قوالب ديال السكر، اي نوع ديال السكر، المهم السكر حسن من سنيده. انا بالنسبه لسنيده البنات هي كتحجر شويه، ماشي بحال هذا هضره ما كيتحجرش البنات. هنا غندير هنا قالب ديال السكر. كما كتعرفوا السكر راه كل قالب كيوزن 2 كيلو، يعني 4 كيلو عندي هنا ديال السكر. وغادي ندير ليهم 2 إيترو ديال الماء يكون كل إيترو كيكون عامر مزيان ديال الماء، يعني كل قلب كنديروا ليه إيترو ديال الماء. البنات المبتدئات اللي بغاو يديروا العسل قليل كديروا غير القالب ديال السكر وكديروا ليه إيترو ديال الماء. واللي بغات الكتر يعني بغات دير 3 بغات دير 4، المهم كل قالب كديروا ليه إيترو ديال الماء. صافي هنا بالنسبه للسكر هنا كندير ليه الماء هكا من الفوق حتى كيذوب، راه دغيا كيذوب، حيت انايا ما غاديش نصاوب العسل حتى لغد ليه ان شاء الله. هنا كنحاولوا هكا كنقرضوا هكا في الجنب، يعني كندير ليه هكا بالمعلقه صافي حتى باش يجيني هكا، باش نسد على الطنجره ديالي وكنخليها حتى لغد ليه، عاد كنرجع ليها. هنا بالنسبه حتى لغد ليه كما غتشوفوا معايا بحال هكا، يعني السكر كيكون دايب. وعندي هنا بسكال حاره اللي دكيتها بشويه ديال السكر، عندي هنا نص معلقه، وعندي 2 عودان ديال القرفه، وعندي هنايا حامضه كامله. بالنسبه لهاد العسل البنات ما نحتاج ندير فيه لا اتاي لا كوكا لا، مهم ما غاديش ندير فيه حتى حاجه. بالنسبه ديال الشباكيه هكا انا باش غادي نحضروا معكم، وغيجي محمر كما غتشوفوا معايا في الاول. وهنايا غندير ضروري كنحركوا هكا، كنحركوا داك السكر اللي كيكون لاصق من التحت كما غتشوفوا معايا. بالنسبه للعسل ديال الشباكيه البنات حضروا بهذه الطريقه هذه، وغادي يفوت وغادي يبقى عندكم مده طويله، يعني ما كيتحجرش ما حتى حاجه. صافي هنا كنحاولوا نكرطوا مزيان داك السكر اللي كيكون لتحت. وكما قلت لكم انا بغيتو تحضروه نتوما ديك الساعات كتهرسوا السكر وكديروا ليه الماء وكديروا فوق البوطه، كتبقاو تحركوا شويه بشويه حتى كيذيب لكم السكر ديالكم، عاد كتسدوا على الكوكوط. انا الصراحه عندي الوقت الكافي درتو هنا بالليل، ما قمت العسل حتى لغد ليه في الصباح. صافي هنا كنسدو على العسل وغنوريكم بحالاش البوطه كنقص عليها. في الاول كنجهد عليها بحال هكا وكندير الطنجره ديالي حتى كندير لها الصفاره ديالها حتى كطلع فيها الغليه، حتى كطلع فيها كتبقى الصفاره كدور. غتشوفوا معايا هنا راه خليتها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. انا صافي كتصفر وكنقصوا على البوطه وكنديروا الحساب. عندي هنايا ملي نقصت البوطه كنحسب ليها ساعه ديال المكانه. واخا كتصفر البنات راه ما تخافوش، انا هنا نقصت عليها الساعه، خليت هكا كيطيب العسل ديالي ساعه ديال المكانه. كما غتشوفوا معايا راه نقصت البوطه حتى اللفان وكنخليوها ساعه، ومن بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي هنا فات ساعه وغادي تشوفوا هنايا غادي نطفي على البوطه. هنا حطيت هنايا الكاس ديال الماء الزهر، انا درت هنا كاس فقط. تقدروا ديروا 2 اللي بغا يدير يكثر الماء الزهر يدير 2 كيسان ويدير كل قلب يدير فيه كاس. انا درت كاس، يعني كل القلب درت فيه نص كاس ديال الماء الزهر. صافي هنا كنحل معكم الطنجره ديالي باش تشوفوا. هنا العسل راه خليته ساعه وغادي نخليه مازال كيطيب، انا خليته هنا ساعه راه نقصت عليه مزيان، يلاه كيتغير لونه شي شويه. هنايا غادي نحاول نشعل عليه مره اخرى وكنخليه على البوطه متوسطه، يعني هنايا باتليت غادي نسد عليه غنبقى نجبع عليه مره. ملي كتلقاو العسل كيدير ديك الرغوه، يعني كيدير ديك الشكوشه، عرفتوها واش كيقرب يطيب، يعني كنرد عليه المرقاله ديالو وكنخليه واحد 10 ديال الدقائق وكنرجع ليه تاني. شوفوا هنا راه قرب، شوفوا اللون ديال الحامض راه كيتغير، راه مازال خاصو شي شويه. كما شفتوا معايا البنات راه ما درت فيه لا اتاي، وكاين اللي كيدير فيه كوكا وكاين كله وكديروا فيه العشوب البنات ما ديروهمش، اي نوع ديال العشوب ما ديروش. وهنا كنطفي العسل بالكاس ديال الماء الزهر. صافي هنايا
كنحركو، والعسل كنخليوه مازال كما شفتوا معايا كما قلت لكم خليته هنا كيطيب، كنجبو عليه يعني السر ديال العسل حتى كتشوفوه هنا كيدير ديك الرغوة عرفتو قرب يطيب. وهنا كندير المسكة الحارة، المسكة الحارة ما كنديرهاش من الأول البنات حيت كدير الكشكوشة بزاف هي، كنخليها أنا حتى الآخر عاد كنديرها. صافي هنا كنحركوها مزيان، أنا صراحة كبيتها بخضرة، حاولوا نتوما ديروها غير شوي شوي ولا تغربلوها أحسن. أنا الصراحة هنايا حيت درت دقيتها غير بشوية ديال سنيدة وصافي رديتها هكا كطيب، ومرة مرة كنرجع للعسل ديالي، وتقريبا خليته واحد 30 دقيقة حتى ل35 دقيقة في النار تكون متوسطة، غنبقى نحرك فيه بحال هكا ملي كيدير رغوة بحال هكا راه صافي كيقرب يطيب، وحتى هاديك المسكة الأخرى اللي درنا راه كدير رغوة، يعني كدير ديك الكشكوشة من الفوق. ملي كتشوفوه كيدير هاد اللون هذا واخا ملي كنطفيو عليه راه كترجع فيه الصهد ديالو كيجي كيتحمر كتر من هكا، يعني واخا كتشوفوه كيدير هاد اللون هكا ملي كنطفيو عليه راه كيجي ملي كيبرد شوفوا بحال اش البنات، هنا ملي كيبرد كياخد هاد اللون هذا. صافي هنا كنحيدو داك الحامض اللي درنا، كما قلت لكم البنات راه واخا كتشوفوه هكاك ما كيكونش محمر غير كتسدو عليه، يعني كتشوفوا صافي العسل كتجربوه هكا فشي طبيصيل كتخليوه حتى كينشف، كتلقاوه هكا كيتلصق في يديكم صافي راه العسل راه طاب، كديوه القوام اللي بغيتو نتوما. المهم انا ديال الشباكيه ضروري كيكون معلك مزيان مزيان. وصافي هنا العسل ديالنا راه طاب وكنسدو عليه وكنخليه حتى العشيه ولا حتى لداك، المهم كنخليه انا خليته حتى الليل ورجعت ليه هنا كما غتشوفوا معايا راه هنا برد تماما البنات العسل ديالنا. شوف بحالاش كيجي خاطر، شوفوا تبارك الله بحالاش كيجي معلك وبلا تاي وبلا كوكا كما قلت لكم بلا عشوب، كيجي طايب على خاطر خاطرو بحال هكا. ضروري العسل ديال الشباكيه يكون بحال هكا البنات باش ملي كنديروا فيه الشباكيه راه ضروري هو كنسخنوه شويه في الاول ملي كنبغيو نديروا فيه الشباكيه ديالنا، ولكن كيشد في الشباكيه ما كيهبطش تحت السطل كما كنقول، يعني ما كيهبطش العسل وكيخلي ما كيهبطش العسل وكيخلي الشباكيه الفوق، يعني كيجي ما كيهبط ما حتى حاجه. وصافي كنجيبوا واحد السطيله اللي غادي نحتفظوا فيه، انا هنايا نقدر كاع نخليه في الكوكوط ولكن الافضل البنات نديرو هكا في السطيله. وقت ما بغيت ندير الشباكيه ديالي ان شاء الله غادي نبقى نجبد نهز منه النص الا ما كافيني نزيدو. تقدروا هاد الكميه هادي تكفيكم على حساب داكشي اللي غديروا نتوما ديال الشباكيه. الا درتو المقدار ديال الشباكيه تقريبا داك كيلو ديال الدقيق او كيلو وربع هكاك راه كافيكم، الا درتو كتر غادي تقدروا تزيدوا مازال العسل. صافي هنا هذا هو السر ديال العسل ديالنا، يعني شاركته معكم بكل وضوح، يعني نتمنى ان شاء الله البنات المبتدئات يستافدوا منه، واخا يكون اول مره غادي تصاوبي العسل راه الطريقه هذه غادي تنجح معاك ان شاء الله. صافي هنا غادي نحاولوا نكبو كامل في ديك السطيله اللي درنا او القراعي على حسب الرغبه ديالكم. انا درتو في هذه السطيله هذه، شوف بحال تبارك الله كيجي معلك راه بارد، وهذا هو الشكل ديالو ما غاديش مازال يزيد يقصح. انا درتو هكا معلك وصافي هذا هو النتيجه ديالو، كيجي بهذا اللون هذا الذهبي، ما كيجيش داك اللون الغامق، كيجي بحال هذا اللون هذا. صراحه راه كيجي زوين بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوه في المعسلات ديالكم اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. وكما قلت لكم حضرت معكم في التفصيل ديالو اللي كان الا كانوا البنات اول مره غادي يحضروا غادي نمشي معكم ان شاء الله، حيت الاكثر ديال البنات كيقول كيتحجر ليهم. غير حضروا بهذه الطريقه هذه العسل البنات كيبغي يطيب على خاطر خاطرو، يعني ماشي كتجهدوا عليه وهو دغيا ملي كتجهدوا على البوطه دغيا كيطيب، وملي كتطفيو عليه كيجيكم محجر. هو تقريبا راه واخد لي انايا ساعه ديال المكانه فوق في الكوكوط يعني في الطنجره، ومن بعد من ساعه ملي حيت ليه صفارات تقريبا راه شي 45 دقيقه اخرى، يعني ديك 10 دقائق فاش حانيتو حتى واخد داك اللون، وملي درت ليه تاني طفيت فيه الماء الزهر، يعني تقريبا راه شي ساعه ونص ولا ساعه و30 دقيقه تقريبا وانا كنطيب فيه، يعني ضروري خصو يطيب على خاطر خاطر. وصافي هذا هو الشكل ديالو. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى هاد العسل هذا تجربوه ان شاء الله في المعسلات ديالكم ديال رمضان، خصوصا الشباكيه البنات.
وإلا عجبكم الفيديو كما العادة ما تنساوناش باللايكات ديالكم والاشتراك في القناة إلا كانت أول مرة كتبان لكم، وغادي نقول لكم إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.